ده اول فيديو عن الاجهزه الكهربائيه بتاعتي. حبيت ابدا معاك اول فيديو بالغساله بتاعتي دي، نوعها ال جي فيفاتشي 9 كيلو. الموديل بتاعها علشان فيها كذا موديل 9 كيلو، تمام. الكود بتاعها ايه؟ اف 4 ار 5 في واي جي 2 اي، تمام. دي فيها خاصيه غسيل ببخار، وفيها ملهاش مجفف، تمام. انا جايباها من غير مجفف بس. هنا كنت بوريكم يعني الشكل بتاعها الخارجي، وبعد كده هشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. ده الدرج بتاعها متقسم لثلاث أماكن كده، هقول لكم كل مكان بيتحط فيه ايه. والجزء اللي تحت ده اللي هو فيه الفلتر بتاعها اللي أنا بنضفه يعتبر كل شهر، بفكه وبنضفه. والخرطوم بتاعها ده عشان لو في ميه متحوشه في الغساله والباب بتاعي سوجر ومش راضي يفتح، الخرطوم ده برضو بينزل منها اي ميه، وبرضو انا بنضفها عامه حتى لو مفيش ميه او مفيش فيها عطل، بنضفه كل شهر مع الفلتر، تمام. اول جزء هنا الكبير ده بتحط فيه المسحوق البودر، والتاني اللي فيه الجزء اللبني ده بحط فيه منعم الاقمشه، والجزء التالت ده اللي بحط فيه لو مسحوق اللي هو السائل بتاعي، او اللي هو مزيل البقع، تمام. بس هنا بقى كده كنت بوريكم بص، اول زرار ده اللي هو بتاع التشغيل، تمام. التاني ده المقبض بتاعها بتاع البرامج، والتالت ده بتاع بدء اللي هو اللي يعني ابدا الدوره بتاعتي او ان انا اوقفها خلاص. بس هنا بقى فيها البروجرام بتاعها، فيها كذا برنامج. في برنامج اللي هو القطن والقطن بلس، وفي الاقمشه المختلطه، وفي عنايه سهله، وفي غسيل هادئ، وفي عنايه ضد الحساسيه، وفي عنايه بملابس الاطفال بالبخار، وفي ملابس حساسه، وفي غسيل يدوي اللي هو لو حاطه كمان غسيل يدوي اللي هو عايزاه يتغسل قوي فيه بقع وكده، او لو حاطه حاجه صوف، تمام. وفي للملابس الرياضيه، وفي برنامج تاني غسيل سريع 30، وفي برنامج تاني لو حاطه الحاف، تمام. بس كنت اقول لكم ايه كمان. بصوا بقى فيها كمان هنا التحكم في درجات الحراره، تمام. انا هنا كنت منوره لكم الشاشه علشان اوريكم اول حاجه الاوبشن بتاع درجات الحراره، والاوبشن بتاع العصر لما اجي اعصر الملابس بتاعتي. يعني مش عايزاها تتعسر او عايزاها تتعسر، انا بقدر اتحكم في حاجه زي كده. اول حاجه البروجرام اللي بيشاوركم عليه اللي فوق ده بتاع درجات الحراره، في اللي هو البارد، وفي 20 و30 و40 و60 وفي 95، يعني لغايه 95. وفي العصر بتاعها من 400 لغايه 1400 لفه في الدقيقه، تمام. آه الخيارات اللي تحت دي بقى دي الحاجات الإضافية اللي أنا أحيانا أشغلها وأحيانا لا. يعني ممكن الغسالة بتاعتي تكون شغالة، ممكن كمان إن أنا أدوس على في زر كده بدوس عليه 3 ثواني، دي لو عايزه احط قطعه والغساله شغاله، تمام. وفي لو يعني الغسيل بتاعي فيه بقع كتير قوي، في برضو خاصيه ان انا برضو بدوس عليها، يعني بتزود لي التنظيف اكتر، بس كده. فانا هنا كنت كمان هشغل الغساله بتاعتي عند دوره غسيل، فحبيت ان انا اوريكم برضو انا بشغلها ازاي، واسمعكم برضو الصوت بتاعها. عايزه اقول لكم ان الصوت بتاعها هادي، هو بس الصوت بتاعها بيبقى عالي شويه وهي بتسحب المسحوق في البدايه بس. هسمعكم الصوت برضو بتاعها، لكن عامه في التشغيل بتاع ما فيهاش اي صوت، حتى في العصر ما بتتهزش من مكانها. بصوا، اول ما جبتها خالص جيت اشغلها لقيتها بتترجرج وبتتحرك وبتعمل صوت جامد جدا وتتحرك في مكانها. بيجي معاه 4 طبات كده، لازم بتوع الشركه هم اللي بيركبوها. انا اول ما شغلتها انا اللي شغلتها بصراحه، فلما لقيت الموضوع ده اتصلت بيهم وجم وخلعوا لي من ورا 4 مسامير كده وحطوا لي مكانهم ال4 طبات دول. عايزه اقول لكم ان الصوت بتاعها راح وبدات تثبت في مكانها عادي مع العصر، ولا كاني مشغله بصراحه. صوتها هادي جدا جدا جدا، موفره طبعا في الكهرباء، ما بتسحبش كهرباء كتير. بس انا هنا بقى كنت بوريكم شكل الحله من جوه. عايزه اقول لكم ان الساعه بتاعتها 9 كيلو ما شاء الله حلوه، بتشيل كميه كبيره جدا. ودي الكاوتشه بتاعت الباب، والباب بتاعها دوت اللي هو الزجاج اللي هو بيتحمل درجات الحراره العاليه، تمام. في نوع تاني اللي هو الاقل، ده متهيألي الباب بتاعها بيبقى بلاستيك، ما عجبتنيش بصراحه. دي عجبتني، كانت اغلى شويه. بس عايزه اقول لكم ان هي شكلها تحفه كشكل واستخدام، جميله ما شاء الله. ما شفتش منها اي حاجه لحد دلوقتي، تمام. انا كنت بوريكم الفيشه بتاعتها على طول، انا حاطه الفيشه بتاعتها، فانا ما بشيلش الفيشه عامه يعني بتاعتها. بس هنا بقى قلت ان انا ايه هشغل معاكم الغساله، واوريكم بقى ان انا بحط المسحوق ازاي بشغلها على ايه والكلام ده كله. اكتر برنامج انا بستخدمه هو اللي هو بتاع القط، وبتاع الملابس الحساسه. يعني لو في حاجه مثلا ايه مش خايفه عليها تبوظ من الغساله، حاجه حرير مثلا،
حاجه كده، فانا بشغلها على البرنامج بتاع الملابس الايه الحساسه. البرنامج بتاع القطن الافتراضي بتاعه بشغلها على 1400 دورة في الدقيقة. تمام. القطن بلس برضو 1400. الأقمشة المختلطة يعني لو حتى يعني هدوم الأقمشة بتاعتها متنوعة، تمام، بشغلها على 1000 دورة في الدقيقة. والعناية السهلة بشغلها على 1400. والغسيل الآلي على 800. تمام. والعناية ضد الحساسية على 1400. والملابس بتاعت الأطفال بالبخار دي 1000، دي 1000 دورة. تمام. والملابس الحساسة على 800. أو الغسيل اليدي أو حاجة صوت بعملها على 800. والملابس بتاعة الرياضة برضو على 800. ولو حتى الحاف برضو بتبقى على 1000. تمام. طبعا مش اللحاف برضو نتأكد ان هو ما يعديش 9 كيلو، وبرضو يبقى اقل من 9 كيلو. يعني برضو لو 9 كيلو لا بلاش، عشان يعني نحافظ على الايه، على العمر الافتراضي بتاع الغسالة. يعني اللحافة اللي هي الفايبر اللي هي الخفيفة شوية 5 كيلو، 6 كيلو، الحاجات اللي زي كده. وزي ما قلت لكم برضو بغسل بيها الطقم اللي هو بتاع الحمام ده، بس بيعمل كمية وبرة في الفلتر عايزة اقول لكم ان هي فظيعة. فعشان كده مجرد ما بغسلها على طول اول ما بخلص بفك الفلتر بتاعها وبنضفها. تمام. بس هنا بقى كده خلاص انا كده حطيت الغسيل. اول حاجة بدوس هنا على الزر بتاع التشغيل ده. ده بس اللي هو بينور لي او بيدي استعداد للغساله، بينورني البروجرام بتاعتها، وبيدي استعداد للغساله ان هي تشتغل. الزرار التاني ده بقى اهو ده اللي انا بدوس منه علشان خاطر اشغل الغساله. ولو عايزه افصل الغساله عشان لو نسيت احط قطعه او حاجه بدوس برضو عليه هو. بس انا هنا بحط المسحوق البودر. انا حاطه هنا المكيال ده نص كوبايه. تمام. ولو الغسيل بتاعي مبقع قوي بحط كوبايه، يعني كوبايه الا ربع. تمام بس كده. وهنا بحط المعطر بتاع الملابس ده بتاع فريده، بحطه اهو في الدرج الصغنطط ده اللي هو الجزء اللبني ده. وكمان هحط كلوريكس الوان في الجزء الثالث اللي هو الصغنطط ده. بس واحيانا بحطه في غطا جوه الغساله مع الهدوم، يعني ساعات كده وساعات كده. بس الكلوريكس طبعا انا مش بستخدمه على طول الا لو في بقع بس في الغسيل. بس وبسيبها بقى تسحب. ايه هنا كنت شغلتها تمام، ما بتسحبش المسحوق بتاعها غير بعد يعني مثلا كام ثانية كده، يعني ما بتكملش دقيقة. يعني ده بقى كنت بسمعكم الصوت بتاعها. بس عايزة اقول الغسالة ما شاء الله جميلة. بصوا اهم حاجة بقى انا بحط الغسيل هنا كنت بوريكم يعني نعرف ازاي ان الحلة كده خلاص الكمية اللي فيها مناسبة. بعمل بايدي كده بكفة ايدي كده، وبقيت بشوف في مسافة بين الهدوم وبين السقف بتاع الحلة. لازم اتاكد ان في مسافة. ليه بقى؟ عشان الهدوم ما تتلفش على بعض. وكمان كبسة الهدوم دي بتخلي الغسالة تقف. بس كده. ده كان فيديو النهارده. استنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، وهعمل لكم ريفيوهات تانية كتير تعجبكم على بقية الأجهزة بتاعتي. أي سؤال طبعا اكتبوا لي في الكومنتات، وأنا بشوف الكومنتات كلها وبرد عليكم في الكومنتات. هنا كنت بوريكم هنا دي الحاجات اللي انا بستخدمها في الغساله. والازازه دي انا حاطه فيها معطر وميه برش على الغسيل بتاعي وهو مبشور على المنشر. المعطر اللي هو بتاع الملابس اللي انا بحطه في الغساله. بس ده لو انا مش حاطه معطر مع الغسيل. بس يعني لو مش حاطه خلاص برش بيه كده على الهدوم وهي مبشوره وهي مبلوله. لكن لو حاطه خلاص ما ايه ما برشش على الغسيل وهو مبشور. بس كده استنوا ان شاء الله.